إنذار المحامين لنقابة الممثلين بشتم محمد رمضان لهدم القيم المجتمعية ونشر الكراهية في أغنيته الجديدة. أول لما باجي ناس كتير بيجيلها لاج ماشي زيك زاك 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 أنا رجولة أنت. مرة أخرى يقع الفنان محمد رمضان في مشكلة جديدة بعد أن تقدم أحد المحامين بإنذار رسمي لنقيب الممثلين أشرف زكي يطالب بشطب محمد رمضان من النقابة بسبب أغنيته الجديدة مش فاضي. وجاء في إنذار المحامي أيمن محفوظ أن الممثل محمد رمضان مصمم على هدم القيم المجتمعية من خلال التعري والإرشادات الإباحية في أغاني مش فاضي، وهي إحدى صور غناء التوعد ونشر فكر الكراهية ليرددها المراهقين وتنشرها الجرائم. أول لما باجي ناس كتير بيجيلها لاج ماشي زيك زاك 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 أنا رجولة أنت. أغنية مش فاضي الجديدة لمحمد رمضان مضمون نرجسي، وطرح محمد رمضان آخر أغنيته مش فاضي قبل يومين عبر قناته على موقع اليوتيوب من كلمات وألحان حازم إكس وتوزيع، وتم طرحها بصيغة موسيقى فيديو. ما يفعله رمضان دائما يخالف نصوص القانون المهني التمثيلية، ويضع رمضان في ورطة بتحقيق معه بالنقابة وتوقيع العقوبة التي وضعها القانون طبقا لنص مادة 12 من ذات القانون، والذي يفرض على العضو أن يراعى في عمله سلوك أدب المهنة والتقاليد. وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الفنان محمد رمضان، وذلك طبقا للسلطات الممنوحة لنقيب الممثلين بالمطالبة بإحالة محمد رمضان للتحقيق وتوقيع العقوبة القانونية المناسبة عليه لتحقيق الردع الخاص والعام. وقال أيضا محفوظ في تصريح لمصر اليوم: الأغنية الجديدة لمحمد رمضان وهي أغنية مش فاضي، وجدنا أنها تحض على الكراهية وانتشار العنف، وهي مصممة على هدم القيم المجتمعية من خلال التعري في الأعمال الفنية، وهذا إنذار ليس الأول للنقابة المهنة التمثيلية ضد محمد رمضان.